ورجعنا تاني بماستر تراك من التراكات المفضلة والمحببة لقلبي. أخبارك إيه؟ أحمد دومة. تعال نسمع جزء من التراك عشان لو في حد من الناس ما سمعهوش لما الألبوم نزل، وبعدها نتكلم على الماسترنج تشين بتاعتنا. إحنا كنا بنفكر إزاي والاختيارات جت بناء على إيه. عمري كان تايه في الضلمة وعلى ايديا شفت النور. حلمتي توصلي 100 مرة وعشتي تبني في الجسور. فلما تيجي سيرتي انتبهي على مين الكلام بيدور. مش بغلط او بعاير دي بس نبذة عن الاصول. ما بيتراهنش عليا انا بمليون طريقة من زمان. هديت عندك شوية لكن ما جيتش اوزع الامان. اصل اللي فاهم انه مش باين ساعات كتير يبان. يعيش في وهمه وفي خياله في الحقيقة يكون خسران. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. وامشي اوام ما تدمعيش وسط الكلام. وكفاية تحسبي الايام. حلتها لك وقلت اغيب. يلا بينا نشوف الماسترنج تشين بتاعتنا بدأت منين وانتهت فين. طبعا زي ما انتم عارفين، اول حاجة انا بعملها باجي على التراكات بتاعتي واعليها. الالو بتاعنا في التراك ده كان من خلال زجات بارتيكل، عليته 3 درجات، والليمتر معلي كمان 4 دي بي، يعني يعتبر عالي 7 دي بي، والاوتبوت بتاعنا -نص. يهمني دلوقتي ان انتوا تشوفوا زجات بارتيكل بيشتغل ازاي مع مثلا تراك زي دوت مفهوش درامز. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ كده انا بستخدمه عشان الميد رينج كومبريشن، يعمل جلول الحاجات كلها مع بعض. ولو استخدمنا كومبريشن ما نستخدموش بشكل كبير، فالمنطقه بتاعه الميد رينج دخلت، ودي عمرها ما هتنور في ميكس زي دوت، ولا عمر المنطقه بتاعه الهاي هتنور برضو عندنا. لو عايزين نشيل الميد رينج كومبريشن هنعمل اكسترنال، يعني كانه واخد سايد تشين، فمفيش سايد تشين فالكومبريشن بيتشال. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. وده الميد رينج كومبريشن بتاعنا. الميكس دوت كان معدي على الكامدن البري امب والساتوريشن اللي عندي اللي هو هاردوير، كنت عملت عليه حلقه قبل كده، هحط لكم لينك ليها فوق. لما هعمل كده هيبقى البري امب مش موجود، هعمل كده البري امب هيبقى موجود عندنا. انا اخترت كريم ومعمول على حوالي الساعة 10، فتعالوا نسمع عندنا دلوقتي الصوت لما عدينا على الكريم والمؤشر عند حوالي الساعة 10. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. ما كانش ده انسب حبيب. هحاول اشاور لكم بالظبط على اللي حصل. هو كده بيإيميليت ان الميكس كانه عدى على تيوب، ولما انا عملت انالايز للكيرف هو بيقلل اللو ميد شويه ويزود الهاي ميد والهاي، فهتلاقوا ان في كلاريتي كده مع الساتوريشن اللي اتضاف
ومن اكتر الحاجات اللي هتبان فيها في صوت احمد، تحس ان له ميد نطفت بمجرد لما احنا حطينا الساتوريشن دوت كمان. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. I hope ان دي تكون عملت ترانسليت عندكم وعرفتوا تسمعوها كويس. على التراك ذات نفسه اللي عملت الاتي: عملت فلتر لللو لغاية 60، قللت شوية المنطقة بتاعة الميدرينج وقللت السايد حبة. تعالوا نسمع التأثير بتاع الإيكيو دوت. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ نصيب. واخبارك ايه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. هو الميكس كليند، ولما حطينا الانالوج ساتوريشن عندنا الحته دي هدي برضو، بس شفت ان احنا لو عملنا لها شويه داكينج دايناميك 2 دي بي هنا في الميد في المنتصف بس عشان تبقى متأثرة اكتر بصوت احمد، وتعمل جلو برضو للبيز معاه، وفي السايد برضو 2 دي بي مش كتير، مش حاجه كبيره يعني. هنا احنا كنا شرحنا ساتوريشن، بعد كده يجي عندنا البلاجن ده اللي ادانا تاتش صغير للهاي، فتحنا الهاي شوية بس في الأطراف 2 دي بي. في الميد استخدمنا 1 دي بي عند 4000، ونقصنا 1 دي بي عند 120 بس. فتعالوا نسمع الكيو دوت قبل وبعد. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب. بس شفنا المناطق وشفنا التأثير بتاعها، لو زودناها قوي او نقصناها قوي ايه اللي هيحصل. بعد كده عدينا على التيب، اخترت بي عشان كنت عاوز ازود شوية بيف للبيز، وشوية حسيت ان هي لمست صوت احمد بس بزيادة. انا معظم الوقت بستخدمها 15 فاستخدمتها 30 عشان يخلي البامب بتاعها يقل وما تأثرش على الهاي عندي في ان هي تكتم الهاي بتاعة الميكس. تعالوا نشوف ما بين ال 15 وما بين ال 30، نركز على الزيادة اللي هتحصل في اللو، ولما اروح على 30 هتلاقوا الزيادة دي قلت والهاي اتفتحت سنة كمان. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ واخبارك ايه؟
الناس دول بيلوموكي ليه؟ المانلي تعالوا نشوف احنا استخدمناه ازاي. احنا استخدمينه 100%، بس عاملين هاي باس فلتر مش بيضغط اللو. تعالوا نشوف الكمية بتاعته شكلها عامل ازاي. زودنا الدول انبوت عشان نستفز صوت التيوب اللي جواه. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. وزي ما سمعتوا بيتحرك بس في حروف معينة فبيعمل جلو الميكس لنا كمان. وانا ما عملتش كومبنسيت 100%، تقريبا هو بخلي الميكس اعلى نص دي بي او 1 دي بي، وده شيء برضو ايه في مصلحتنا طالما الليمتر الاخير مش بيشتغل كتير. بعد كده الهاي فريكوينسي كومبريسور، تعالوا نسمع لسن نشوف هو بيشتغل على ايه. واخبارك ايه؟ الناس دول بيلوموكي ليه؟ قوليلهم كل شيء نصيب، ما كانش ده انسب حبيب. يعني كانت لاير تانية او محاولة اخيرة ان احنا نقفش السيبلنس اللي في الفوكال، نعمل لها جلو مع الميكس. ده كانت بارتيكل اتكلمنا عنه. بعد كده عندنا الجود هيرتز ديزر، دي حاجة مش هنعرف نسمعها بيفور وافتر. كده تكون انتهت رحلتنا مع الماسترنج دوت. اي حد عنده اي سؤال يتفضل يسيبه تحت في الكومنتات. سلام.